سؤال: هو الانتاميبا هيستيروتيكا بنديها علاج ولا لا؟ بعض الزملاء بيقول لك طالما اسيمتوماتيك ما تديش علاج. اب تو ديت بيقول لك سيمتوماتيك او اسيمتوماتيك بندي علاج، وهنزل لكم سكرين شوت لكلام اب تو ديت واللينك بتاعه ان شاء الله في بوست مستقل او في الكومنت. خلينا نتفق ان العلاج بتاعنا عبارة عن مترونيدازول اللي هو الفلاجيل. بنشتغل في الاطفال، وانا كلامي دلوقتي على الاطفال تحديدا كدوز. الفلاجيل اللي هو 125 مللي جرام اللي موجود في الماركت عندنا في مصر وبره مصر، هو البراند بتاع المترونيدازول. ده رقم واحد. رقم اتنين، عاوز اعرفك ان الجرعة 35 مللي جرام ل 50 مللي جرام بالكيجي بيردي. طيب عشان ما نتلخبطش نحسبها ازاي؟ لو هنشتغل على 35 مللي جرام بالكيجي بيردي، المعادلة نص الوزن كل 8 ساعات لمدة 7 ل 10 ايام. يعني لو طفل وزنه 10 كيلو هياخد 5 مللي كل 8 ساعات لمدة 7 ل 10 ايام. لو 15 كيلو ياخد 7.5 مللي كل 8 ساعات لمدة 7 ل 10 ايام، ولو كملنا 10 ايام هيكون احسن. طيب خلينا نقول في كام ثانية كده جرعة الأدلت معانا كمان بتبقى مترونيدازول 500، وبعض المراجع كاتبة 750، وإن براكتس بنشتغل ب 500. يبقى فيلاجيل 500 كل 8 ساعات لمدة 7 ل 10 أيام.